زي ما قلت لك، شوف الفيديو لاخر ثانيه عشان تعرف الخبر ده حقيقي ولا مش حقيقي. عشان في ناس بتيجي في نص الفيديو وتقول لك، او في اول فيديو، اول دقيقه في الفيديو، تقول لك انت جبت الخبر مش صح. لا، شوف الفيديو كله وبعد كده احكم على الفيديو واحكم على الخبر بس. زي ما قلت لك، ما تنساش تعمل لايك. فجاه وانا بقلب في السوشيال ميديا لقيت الخبر ده، ولكن هل الخبر ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ طيب، والمشكله كمان ان لقيت خبر تاني عن حمدي وفاء بيقول ان بكاء حمدي وفاء على وفاه سحر. هل فعلا سحر مرات محمود بن الحاج جابر توفت فعلا؟ وكل سنه البيت ده بيتوفى منه واحد، مش عارف في ايه بالظبط مع البيت ده. طبعا دي حكمه ربنا. ولكن هتكلم في نقطه، هل الموضوع ده حقيقي ام حتى الان محدش يعرف اي حاجه؟ ولكن اللي احنا هنقوله انه في كام خبر طلع عن الموضوع ده. انا لسه ما اتاكدتش بنسبه 100% بحيث ان ادور واي حاجه. لسه ما حدش نزل خبر غير صفحتين دلوقتي، ان انا عرضتها لكم في اول الصفحه وهي اعرضها لكم تاني. لو بحثت على اليوتيوب باسم الصفحه دي هتلاقي الفيديو ده معمول باسم بالبقاء لله على سحر، وهتلاقي صور كتير في الفيديو لسحر. اذا المقصود بها سحر في الفيديو انها توفت. ولكن هل الموضوع ده حقيقي ام مش حقيقي؟ وحتى الان زي ما قلت مفيش صفحتين بس، مفيش غير صفحتين بس اللي اتكلموا في الموضوع. وبرده شفت الصفحه الثانيه بيقول بكاء حمدي وفاء في تركيا وانهيار، ما قالش ايه السبب. ولكن احنا او انا فهمت السبب عشان الموضوع ده. هل الموضوع ده حقيقي ولا لا؟ كلها ساعات وهنعرف هل موضوع سحر بنت الحاج جابر توفت، او سحر مرات محمود بنت ابن الحاج جابر توفت ولا لا. طبعا ناس كتير هتقول لي يعني مش ساعات ليه، مش من ضمن المشاهير. لا، عائله حمدي وفاء، عائله الحاج جابر من ضمن المشاهير. اي خبر زي كده وبالذات ساعه ما ام زياد توفت، نفس الموضوع بالظبط. يعني نفس الموضوع، لو ام زياد ساعه ما توفت برضه خدت موضوع كبير وخد ضجه كبيره. هل سحر هتبقى نفس النظام؟ اكيد هتبقى نفس النظام، لانها هتكون الثانيه وفي نفس الوقت وفي نفس السن. يعني حكم سنها داخله في 35 36 سنه. عشان كده انا بقول لسه هنعرف هل فعلا الخبر ده حقيقي ولا مش حقيقي. وبكده انا اتكلمت في الفيديو كله، ولكن شوف الفيديو للاخر زي ما قلت عشان بعد كده تتاكد هل انا المعلومه بتاعتي بجيبها صح ولا لا. انا دلوقتي قلت لك لحد دلوقتي مش متاكدين من المعلومه بنسبه 100%، ولكن هل سحر توفت فعلا؟ ده اللي لسه في خلال الساعه الجايه هنعرفه. واول ما نعرفه هتاكد واعمل لكم فيديو عليه تاني. وما تنساش تعمل لايك للفيديو بتاعي، تشترك عندي وتتابعني عشان تشوف اي اخبار الترند عامه. ولكن معظم الترندات انا منزلها عن حمدي وفاء عشان كل المتابعين دلوقتي مرتبطين بحمدي وفاء. وما تنساش تعمل لايك زي ما قلت لك. وهنتكلم كمان عن انهيار الحته بتاعت انهيار حمدي في اللقطه دي. حتى الان محدش متاكد من الخبر بالظبط. هنتاكد بالذات يعني في ظرف ساعه هننزل فيديو كمان. زي ما قلت لك، شوف الفيديو لاخر ثانيه عشان تعرف الخبر ده حقيقي ولا مش حقيقي. عشان في ناس بتيجي في نص الفيديو وتقول لك، او في اول فيديو، اول دقيقه في الفيديو، تقول لك انت جبت الخبر مش صح. لا، شوف الفيديو كله وبعد كده احكم على الفيديو واحكم على الخبر.